دول عساكر مصريين، والجزيرة تحت بيادة الجيش المصري. الجيش المصري رجال، والعسكرية المصرية شرف. تحياتي وأهلا بكم في الشارع المصري. الكلام اللي بيحصل من الجزيرة في الأيام اللي فاتت ده كلام مهم، والجزيرة تعدت كل الخطوط الحمراء، وطبعا كل الكلام الشعب المصري كله انتفض، وكل المواقع بدأت تتكلم عن دولة قطر والجزيرة، وعبرت عن تضامن الشعب المصري بل الوطن العربي مع الجيش المصري العظيم، بعد أن بثت قناة الجزيرة فيلم مفبرك يسيء للجيش المصري ويهاجم التجنيد الإجباري. المصريين في الحقيقة عبروا طبعا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وارسلوا رسائل كتيرة دعما للجيش المصري ومساندة للجيش المصري وتحقير من دور الجزيرة ومن يدعمها، وده كله بيحصل في نفس الوقت اللي فقدت فيه مصر 12 من جنودنا في حادث كمين الغاز. فأنا عايز أعرف بالظبط هل كان في ربط إن الجزيرة تطلع الفيلم ده في هذا التوقيت وتجيب الفيلم المسيء للجيش المصري مع هذا الحادث الإرهابي؟ عايزين نعرف الجزيرة ليه بتعمل كده في مصر؟ انتوا بتكرهوا مصر للدرجة دي؟ مستحيل يبقى كل الكره للجيش المصري، واحنا هنا نتساءل لما قطر بتكرهنا لهذا الحد. وعايز اقول بجد هذه الموزه يعني اقول ايه موزه وابنها، يعني هقول ايه اهبل ولا لبيط تميم؟ انتوا مالكم مال الشعب المصري ومال الجيش المصري؟ انتوا تدخلتوا في كل حاجه، دخلت على الجيش المصري، والجيش المصري ده هو يهم كل الوطن العربي. وانا فعلا من هنا بقول ايه ان الوطن العربي ما ينفعش يصمت تجاه هذه الجزيرة الحقيرة التي تعاملت مفيش أي مهنية، فبركة وتزييف للحقائق. مفيش مشكلة ولا عندنا أي مشكلة إن الجزيرة تطلع فيلم حقيقي وتجيب أحداث حقيقية، مفيش أدنى مشكلة. لكن للأسف الجزيرة بتعمل لمصالح دول أخرى، وللأسف الدول العربية ما طلعش حد دان ما تفعله الجزيرة الآن. وفي هذا الوقت أتمنى أن تصمت هذه القناة الفاجرة عن أراذل الكلام، وأن تدرك أو يدرك من يديروها أنهم لم ولن يستطيعوا هزيمة الشعب المصري والجيش المصري. خالص التعازي لكل أهل شهيد، ورسالة لكل جبان وعميل. مصر لن تترك حق الشهداء ولن تترك جيشها، والمصريين مش هيتركوا الجيش المصري. كل واحد فقد ابن من أبنائه وحاجة. تعزينا لكل شهداء مصر من الجيش والشرطة. أنا أتمنى في الفترة اللي جاية أن يكون في موقف مصري واضح حتى من الخارجية المصرية ضد قطر وضد قناة الجزيرة، لأن هم تعدوا كل الخطوط الحمراء. ولا عجب في هذا المكان أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض، إنهم الجنود المصريون.